مفيش شعب غضب عليه الله أكتر من اليهود. ده واحد مسيحي. دي هتحطها في خانة ايه؟ دي مش معاداة السامية؟ فين يا حبيبي؟ مفيش شعب غضب عليه الله أكتر من اليهود؟ ايه الكلام ده؟ ده الرسول بولس قال لك انه عن طريقهم جاءت الوعود وقعد يمدح فيهم مش عارف كام. ونسيت انه المسيح يهودي. لو كان ما فيش شعب غضب عليه الله اكتر من اليهود يبقى غضب على المسيح. ونسيت انه تلاميذه يهود. انتوا بتعرفوا بتطلعوا ايه من افواهكم ولا مش عارفين؟ كل انبياء اللي اجوا مش يهود. ما فيش شعب غضب عليه الله اكتر من اليهود، يبقى الانبياء مغضوب عليهم كلهم. انتوا بتعملوا ايه يعني؟ عايزين تجاملوا المسلمين؟ على الاقل لو كنتوا ذميين جاملوهم بشيء تاني، مش في المسائل دي. اسكت، الصمت احسن. في واحد بيسأل سؤال، بل هل اليهود هم أقرب ناس إلى المسيحيين ولا العكس؟ وبعدين بيقول أنا بتابع وبقول كلمة إسرائيل، إنك أنت بتقول كلمة إسرائيل كتير. هل تقصد إسرائيل الدولة ولا ليها معنى تاني؟ وأتمنى أن السؤال يرسل لهم. أولاً في فرق بين إسرائيل كدولة والدين اليهودي كدين. إسرائيل كشعب الله المختار كان محبوب لدى الله، لأن العالم كله كان بيعبد الأوثان ما عدا إسرائيل. يعني مصر كانت وثنية، الجزيرة العربية كلها كانت وثنية، أوروبا كلها كانت وثنية، آسيا كلها كانت وثنية. محدش عرف الله غير إبراهيم. وربنا لما إبراهيم سلم حياته بالكامل لله، ربنا خد إبراهيم وعمل منه خميرة، طلع منه إسحاق، ومن إسحاق طلع إسرائيل اللي هو يعقوب. وكلمة إسرائيل، إسرا في اللغة العبرية يعني أسرة، وإيل يعني الله. إسرائيل يعني أسرة الله، يعني عيلة الله، يعني شعب الله. لكن في اللغة الأرامية إسرائيل يعني أمير الله أو أمير لله، والاتنين بمعنى واحد. أسرة ربنا كلهم أمراء، بعد من عبيد بقى أمير. بعد ما كانوا عبيد في أرض مصر، ربنا مد إيده وخرجهم عن طريق موسى وبقوا شعب الله المختار. وده شعب الله المختار بشهادة جميع الأديان إن إسرائيل مفيش دولة من الدول اتسمت على اسم الله. هات لي دولة كده في العالم اسمها دولة الله غير إسرائيل الله. لكن كشعب وكدولة أخطأوا من يوم ما خرجوا، وربنا قال عنهم ده شعب غليظ الرقبة. ويكفي إنهم هم صلبوا المسيح. فأنت لما بتقول هم أقرب للمسيحيين، لا طبعا، هم يكرهوا المسيحيين وما يحبوهمش أبدا. وهم عندهم في التلمود بتاعهم القانون الأولاني: الله خلق إسرائيل خراف لعبادته، وخلق الأمم كلاب لخدمة إسرائيل. فبيبصوا لكل الأمم بتوع العالم على إنهم كلاب، بما فيهم الدول حتى اللي بتساعدهم، بما فيهم الدول الأخيرة، لأن هم يشعروا في نفسهم إنه مميزين عن العالم. لكن لما جه المسيح بقى هم اسمهم أهل الختان، والعالم اسمه أهل الغرلة. قال لا ختان ولا غرلة، لا رجل ولا امرأة، لا سكيسي ولا بربري، أصبح الكل واحد في المسيح. أدي الفرق بين الاثنين. فأنا لما بتكلم عن إسرائيل أتكلم عن كل شعب الله في كل العالم، لأن شعب الله في كل العالم اللي هم المولودين من الله، الذي ولدوا ليس من لحم ولا من دم ولا من مشيئة رجل.